لك أنا هذه أسعارك، وأنا دافع له قيمة بواخر حوالي إدالكم بإثباتات شرعا وقانونا. طب دخلتم محاكم؟ دخلنا المحكمة. ايش حكم؟ رافض، من اللي ما يحاسب. أحكام صدرت أصلا؟ ما رضاش يقدم حسابات ولا رضى يحاسب نهائيا. كم قد لك بالمحاكم؟ ذالي 19 سنة للآن ولا حكم صدر؟ حكم براءة الجنائي وقدم الشيكات للنيابة. طيب يعني الحكم لك ولا ليه براءة؟ براءة من ايش؟ الشيكات الذي قدمها من الشيكات بدون رصيد ايوه، قال بدون رصيد. براءة علي البرقي فلوس، قلنا له هم هذه فلوسي، ما هو الذي ادى لي؟ حاسبوا بيننا. المحكمة التجارية قامت ضدي لأن يدفع لهم أموال. ليش ما رضى يدشي الحسابات ولا الأسعار والتزوير؟ وقضية تزوير رفعكم عليهم، لا أبصروا ولا أبصروا الأسعار ولا أبصروا ما أدخلوا ولا أبصروا ما أدلي نهائيا على الإطلاق. وأنا طول السنوات هذه وأنا بعد ما شل حقي وأموالي، وأنا أقول حاسبني يا أخي، أنا مدان. أنا أقول للأمة وللشعب هذا في ساعة ود الثوابت وكشوفات البنوك ومن الصرفيين، أنا قال هكذا إلا أمام الله وأمام الأمة. طيب هو بيقول إنه ما فيش معك سجلات محاسبية. أنا ما معي من سجلات، أنا ما معي، هي الأسعار. هو يدلي فاتورة. كيف كنت تبيع وتشتري من غير سجلات محاسبية؟ يدلي فاتورة. كيف كنت تبيع وتشتري من غير سجلات محاسبية؟ كيف كنت تبيع وتشتري من غير سجلات محاسبية؟ معي محاسبية. طيب يقول ما فيش معك سجلات. يقول ما فيش معي. القناة تواصلت معاه حسب كلام المستشار القانوني هنا انه تم التواصل معهم وقالوا لا يوجد معكم سجلات محاسبية، فكيف قاموا برفض الحساب وتكليف المحاسبين بالمبرر يد ما هو الذي يدعو الحساب بينهم. أنا هذه فلوسي. هذا كلام المستشار القانوني طبعا. وهو يدي ما أدلي، هي بضاعة باستلامات، تجي القاطرة واعمل له استلام. يدي ما هو الذي يدلي. قالت أنا سارق، يثبت علي. أنا كذبت عليه. الآن أنت فلست بسببه ولا جالس مزاول المهنة؟ أنت فلست للحين واقف. كم قد لك واقف؟ كم قد لك واقف؟ قدالي واقف من 2008. من 2008 وأنت واقف؟ وأنا واقف وأموالي عنده. حاسبني يا أخي، أنا أقول له حاسبني يا أخي. الأسعار كم يحاسبك؟ كم تقريبا المبلغ يقدر؟ معه 32 مليون دولار. ليش المحكمة ما حكمتش؟ معي بضاعة منه. ايوه ليش المحكمة ما حكمت؟ المحكمة ما نظرت ولا حاجة. ايوه ليش؟ ليش المحكمة ما نظرتش بالقضية؟ لا أدى حسابات يثبت ما عندي. محكمة ايش؟ المحكمة التجارية، ورفضوا المحاسبة حقير جموبة. ليش؟ ما ادري. هل ابصروا ما ادكلوا؟ هل ابصروا ما ادى لي؟ معك اوراق انت كمان؟ اوراق ايش اوراقك اللي معك؟ ايش الاوراق اللي معك؟ الاوراق البضائع، استلامات بينكم؟ معكم استلامات، معكم موازنه؟ معي باستلامات، ما معي من بضاعه. مع قائمه بالاسعار؟ ما فيش الاسعار. هو ما فيش ولا فاتوره. الشحن، انت قلت شحن وبواخر، يعني المفروض يكون معك الشحن والاوراق اللي تثبت والاسعار في ذلك الوقت. الاسعار موجودات. وكم دفعت جمارك في البيانات. البيانات موجودات. ميناء. ايوه البيانات موجودات الده، وحق الضرائب، ومقر ومعترف انه الكيس ب$6.5 الطن ب130 واداه تبصروا، وفلوسي باثباتات رسمي. ليش ما يحاسب؟ ليش ما يدي حساباته؟ واكيد حقك البضاعه وصلت عن طريق اعتماد بنكي. في اعتمادات بنكيه بينكم؟ كل الفلوس كانت شيكات فقط، ما فيش اعتمادات بنكيه؟ ما فيش اعتمادات بنكيه، كانت شيكات فقط. الذي عنده على بياض. اما شيكات ما فيش اعتمادات لا هو على ولا اعتمادات. هو المستورد وانا اداله فلوس مقدما. ايوه تدي له فلوس، معك استلام منه بالفلوس؟ ايوه استلامات الفلوس كامل. ومعك استلامات بالشيكات اللي بدون بياض، بدون هذه على بياض؟ على بياض عنده. طيب المفروض كان فيها استلام. كان فيها استلام المفروض. صورها واستلم. معي استلامات بالفلوس. طيب شعارات. الان حاليا لا فين وصلتوا بالمحاكم؟
ها؟ لا فين وصلتم بالقضية؟ بالقضية أصبحنا ولا شيء ولا حاجة. ليش؟ ليش؟ ما رضى يدي حسابات، ما رضى يثبت بالحسابات، فواتير ما فيش. طب الآن يكلموني بالكنترول إنه حتى معك أرضية باعوها عليك. الأرضية عادي، الحق من الأرضية. حق من هل صار يحجزوها؟ هل مين اللي معه حجز عليها، البنك ولا من؟ ولا حاجة؟ البنك مسدد أصلا من اللي حجز على الأرضية؟ ولا صاروا يحجزوا لها. من هم اللي حجزوا؟ هكذا من هو الذي حجز؟ صار المحكمة، القضاة المحكمة حجزت على الأرض. صارت المحكمة تحجز بدون أوراق، طبعا أنت بدون مسؤول محاسبة. أنت مسؤول عن كلامك. أنا مسؤول، أنا مسؤول عن كلامك. الأرض فين تقريبا؟ ها؟ كم فين الأرض؟ أين الأرض؟ ها؟ أين الأرض؟ الأرض بحزياز. بحزيز. كم لبنة تقريبا؟ تقريبا حوالي 180 لبنة. بكم تقدر ثمنه؟ ثمنها لأن بمبالغ كبيرة. كم تقريبا؟ اللبنة حوالي مليون، 15 مليون. يعني بكم تقريبا تقدر؟ مليار؟ يا زود زود خيرات. أكثر من مليار؟ أكثر خيرات. وانت حقك الموضوع يستدعي ذا المبلغ كله عشان المحكمة الفلوس ما نقص. المحكمة حاجزة عليها. حاجزة بدون أوراق. لا طب يعني سلمتها للطرف الثاني ولا باعتها ولا جالس حجزتها بس محجوزة. أنا اشتي أول الحساب يبصروا أنا سارق بعد ما شل أموالي، أما الأرض هي باقية، هي ذيك جالس. طبعا الطرف الثاني الذي هو أيوة. الذي هي الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة وشركة عبد الله فاهم. أيوة. وشركاء معهم كامل حق الرد. تفضل. أيوة. بيتواصلوا معهم الآن، بيكلموني بالكنترول ما حد بيرد. محمد عبد الله فاهم شيكات، زور شيكات باسمه شخصيا، ما فيش ولا كيس يدلل وانا اثبت عليها. مزورات باسم محمد عبد الله فاهم، ما فيش كيس واحد يدلي، كيس واحد مزور اسعار. اما الفلوس هي باستلامات من البنوك، هل يد ما هو الذي يدلي؟ يعني المحكمة واقفة، يعني مش متحركة بالقضية؟ المحكمة باع وشراء يعني ما تحركوش بالقضية؟ ولا أبدا، ولا نظروا فيها الحساب ولا أنت مسؤول عن كلامك. أحكام. وأكرر أنت مسؤول عن كلامك. وأنا مسؤول. فلوسي بإثباتات. بإثباتات من البنوك، والذي بيده باستلامات. ودلكم الفلوس تبصروها كلها بإشعارات من البنوك. لا أرضى يحاسب كم معي عطى الله، كم معي منه. هذه المبالغ كلها ريال ودولار. ما الذي يدلي وانا اقول حاسبني؟ انا سارق، اقول امام الامه انا سارق، فقلدكم الله اني لا ما تنصفوا امام الخاص والعام. مزور شيكات، ودى لكم قضيه التزوير ورفعات للمحكمه العليا وردت لهم، قالوا افصلوا في التزوير، قالوا ما فيش دعوه للمتضرر الحق في تقديم دعوى.